أخواني الكرام، السلام عليكم. ال- المشكل أو الإشكال الذي يدور حوله الحديث هذه الأيام أو هذه اليومين الأخيرين هو مشكل مشاركة المنتخب المغربي في الكأس الإفريقية للمنتخبات المحلية. المشكل هو مشكل التنقل. كما هو معلوم فالجزائر قامت من قبل بإغلاق الجو في وجه الرحلات المغربية. الجامعة الملكية المغربية على لسان رئيسها فوزي الأقجع كانت قد وضعت كشرط لمشاركة المنتخب المغربي في الكأس الإفريقية هو ضمان أو الترخيص لطائرة نقل مغربية للخطوط الملكية الجوية في التنقل أو في نقل الفريق من الرباط إلى قسنطينة مباشرة دون الحاجة إلى التنقل إلى دولة أخرى ثم من هناك إلى الجزائر. وقد كاتبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكاف، ولم تكاتب الفيدرالية الجزائرية كما يدعي البعض. وكما أن الجامعة الملكية لم تتلقى الجواب بعد، لأن حسب ما راجع أو حسب الكونفدرالية أو المكتب الكونفدرالي الإفريقي، فهو تلقى هذا الطلب أو هذه الرسالة من الجامعة الملكية المغربية وسلمها أو راسل الفيدرالية الجزائرية في الموضوع، وألزمها بالجواب بعد 24 ساعة من تلقيه. أما الأخبار التي تروج حول رفض الجزائر فهي أخبار لا مكان لها من الصحة، والخبر اليقين سيكون بعد 24 ساعة من الآن. وكما هو معلوم فالمغرب لن يشارك بالمنتخب المحلي، ولكن سيشارك بالمنتخب أقل من 23 سنة. طبعا إن كانت هناك رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر. ورئيس الفيدرالية قام بتصريح بعد سماع خبر المراسلة، وصرح للصحفيين أن الجزائر ملزمة بضمان التنقل والسهر عليه فيما يتعلق بتنقل الفرق المشاركة في داخل التراب الجزائري، وليس من التنقل من دولة مشاركة إلى الجزائر، بمعنى أنه غير ملزم بضمان أو فتح خط مباشر لنقل المنتخب المغربي من الرباط إلى الجزائر. والقجع أشار في نفس الموضوع أنه لم يطلب من الجزائر توفير طائرة، ولكن فقط طلب الترخيص لطائرة مغربية للخطوط الملكية المغربية بالتنقل إلى قسنطينة مباشرة لنقل أفراد المنتخب الوطني، في انتظار الجواب الحاسم والقرار الحاسم الذي سيصدر بعد 24 ساعة من الآن. السلام عليكم.